حلقتنا عن فيلم امرأة في الطريق إنتاج 1958 ومن إخراج عز الدين ذو الفقار. وعز الدين ذو الفقار من مواليد 1919 وتوفى في سن صغيرة عن 43 سنة. بدأ حياته كظابط جيش، بعدها استقال واتجه للسينما بعد أقنعه أصدقائه المخرجين كمال سليم ومحمد عبد الجواد. ابتدى مساعد مخرج وبعدها مخرج وسيناريست ومنتج. بعد كده أنتج ملاك وشيطان لكمال الشيخ وصراع الأبطال لتوفيق صالح. عز الدين ذو الفقار كان مخرج صاحب حرفة عالية، وكان يقدر يعمل أنواع مختلفة من الأفلام، زي الرومانسيات اللي برع فيها عمل بين الأطلال ونهر الحب، وعمل أفلام غنائية زي شارع الحب، وعمل أفلام جريمة زي الرجل التاني وقطار الليل، وكلها نجح فيها. ويعتبر عز الدين ذو الفقار من أهم المخرجين في وقته بسبب حرفته العالية، وده اللي هنشوفه في تحفته امرأة في الطريق. أول لقطة في الفيلم جوه عربية نقل، الكاميرا ورا الدركسيون، بنشوف الطريق الصحراوي في لقطة كبيرة لونج شوت، والعربية ماشية لحد ما تاخدنا المكان الأحداث اللي الكاميرا بتستعرضه لينا وتعرفنا عليه. بيت على الطريق الصحراوي جنب ورشة ميكانيكا ومحطة بنزين ملك الأصحاب البيت. دخلة مثيرة فيها تشويق إننا نتعرف على إيه اللي جوه البيت ده. النص الأول من الفيلم بنتعرف على شخصياتنا الرئيسية والعلاقات اللي بينها. حسنين شكري سرحان كسول ومدلل ضعيف الشخصية، ومراته لواحظ هدى سلطان اللي كانت رقاصة قبل ما يتجوزها مش بتحبه وبتحتقره وتعامله وحش، واتجوزته علشان فلوسه. ورغم كل ده حسنين كل همه انه يرضيها ويخليها جنبه. وبنتعرف على المعلم فرج زكي رستم اللي بيملك البيت والورشة ومحطة البنزين، وبيحب حسنين ابنه جدا وبيدلعه لدرجة انه افسده، وبيكره ابنه التاني صابر بسبب ان ام صابر قتلت ام حسنين، وعنده دايما تصور ان صابر ممكن يقتل حسنين. وبنتعرف على صابر رشدي أباظة الأخ غير الشقيق لحسنين اللي بيحاول دايما إنه يكون ابن بار لوالده وينول لرضاه رغم كراهية والده له. وبنعرف إن من أسباب جواز لواحظ من حسنين هي إنها بتحب صابر اللي رفضها زمان، قامت اتجوزت أخوه عشان تبقى جنبه وبتحاول تغويه طول الوقت، لكن صابر بيصدها. بعد استعراض الشخصيات والعلاقات اللي بينها هنجد نفسنا أمام فيلم فيه مجموعة من العلاقات المعقدة المتشابكة اللي بتخلق لنا صراع، وده بيخلي عندنا قصة حلوة تتحكي. وعز الدين ذو الفقار عبر لنا عن ده بصريا بشكل رائع. أول لقطة يظهر فيها حسنين بنشوف وشه منعكس على مراية مكسورة تحت رجلين لواحظ اللي كانت بتزعق له وتوبخه لكسله. لقطة معبرة جدا تشرح العلاقة بين حسنين ولواحظ كويس. ولقطة لحسنين وهو بيتأمل قلب رسمه على الرملة عليه اسمه واسم لواحظ اللي لما بتشوف ده بتدوسه برجليها متعمدة. ولقطة تانية لحسنين وهو بيحاول يمسح اسم أخوه المكتوب على أوضته ولواحظ بتتريق عليه. نقطة التحول في الفيلم لما يحصل حادث لفرج يفقده بصره بسبب إهمال حسنين ويفتكر إن صابر السبب، ويسكت حسنين وما يقولش الحقيقة، وصابر يتحمل خطأ حسنين. شوف مشهد هايل، فرج بيكلم حسنين عن كراهية صابر له وإنه لازم يحذر منه، وهنلاحظ في حركة جسد حسنين وملامح وشه إحساس بالذنب تجاه أبوه وأخوه وعدم قدرته على مواجهة أبوه وإنه يعترف بالحقيقة وإنه سبب فقده لبصره مش صابر. بنشوف لقطة متوسطة على فرج بيكلم ابنه والكاميرا بتوسع، بتبقى لقطة كبيرة وحسنين مش موجود، ساب الأوضة بسبب عجزه عن الاعتراف بالحقيقة لأبوه، وفرج مستمر بالكلام لحد ما يكتشف إنه ابنه مشي وسابه. بنشوف في المشهد ده تكوين وحركة كاميرا هايلة من عز الدين ذو الفقار. فقدان فرج لبصره له رمزيته وتكثيف لفكرة انه طول الوقت مش شايف الحقيقة. كراهيته لوالدة صابر تحولت لكراهية لصابر وعمته عن الواقع، فهو طول الوقت عمليا مش شايف الحقيقة، وده بجانب دور حادثة فقدان البصر في تطور الأحداث. من المشاهد العالية في الفيلم محاولة حسنين منع لواحظ انها تسيب البيت، فبيهددها برقبة إزازة، ولواحظ مش في الكادر لكن بنشوفها في مراية ورا حسنين اللي بيتحرك ناحيتها ويبقوا في كادر واحد، وهي مش خايفة منه. التكوين في اللقطات وحركة الممثلين بيخلوا لواحظ تبان في صورة إنها الأقوى رغم إنها مهددة بالقتل. وفي النهاية حسنين بيطلب من صابر إنه يتوسط عند لواحظ إنها ما تسيبوش، وهو عارف مشاعر لواحظ ناحية صابر كويس. على جانب آخر بنشوف أهل البلد، بنشوف أمين عبد الغني قمر منافق متظاهر بالتدين ومدعي للفضيلة،
وأهل البلد فاكرينه راجل طيب، لكنه عكس ذلك بيحاول إغواء لواحظ وبترفضه، وعلى علاقة ببنت بياعة متجولة. وبنشوف مجموعة من الرجال أصحاب لحسنين لكن طمعانين في لواحظ، وبيحاولوا يغتصبوها بعد ما يكتفوا حسنين، لكن صابر بيتدخل وينقذهم. السيناريو بيصور أهل البلد إنهم منافقين مدعين للأخلاق والتدين، وبيدخلهم في الأحداث لأن رفض لواحظ لإغواء أمين بيخليه يحرض البلد ضدها وضد صابر. التحريض ده بيؤدي لنهاية مأساوية للأحداث خاصة للواحظ وحسنين. عز الدين ذو الفقار بينهي الفيلم بمشهد رائع. بنشوف لقطة لونج شوت، لقطة كبيرة، صابر شايل جثة أخوه حسنين على الطريق وماشي في اتجاه، وبيشوف أبوه فرج الكفيف ماشي في اتجاه معاكس بينادي على ابنه حسنين، وكل واحد مكمل في طريقه. عدم بصيرة فرج الموجودة قبل فقدانه لبصره قادت الجميع لنهاية مأساوية اتعبر عنها في المشهد ده. وفي آخر لقطة بنلاقي فرج لسه ماشي بيدور على ابنه وبينادي عليه حسنين حسنين يا ولدي. عز الدين ذو الفقار مخرج بارع، عمل كافة أنواع الأفلام وأجاد فيها، من العاطفية للتشويق والإثارة إلى الغنائية. وتجلت موهبته وحرفته في الفيلم ده من خلال تكوين الكادر وحركة الممثلين أمام الكاميرا والإضاءة. قدر يعبر عن روح السيناريو ومواقف ومشاعر الشخصيات بشكل رائع، وبان قد إيه هو مخرج متمكن من حرفته ولغته السينمائية، وليه يوسف شاهين وتوفيق صالح كانوا معجبين بيه. السيناريو عبد الحي أديب اللي كتب 100 فيلم، منها باب الحديد ليوسف شاهين، وصراع الأبطال لتوفيق صالح، والبدرون لعاطف الطيب. عبد الحي أديب عمل سيناريو فيه شخصيات مبنية كويس، بينها علاقات معقدة جدا، وفيها تصاعد منطقي للأحداث. سيناريو محكم جيد الصنع. المونتاج كان لألبير نجيب، وهو مونتير له خبرة كبيرة، عمل أكتر من 100 فيلم، منها أفلام كبيرة وناجحة في السينما المصرية زي حميدو وإسلاماه. وفي امرأة في الطريق قدر يخلق إيقاع مظبوط يعبر عن حالة التوتر والتعقيد في العلاقات بين الشخصيات اللي في الفيلم. عندنا عنصر مميز جدا في الفيلم، وهو موسيقى أندريا رايدر اللي هو من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في تاريخ مصر. موسيقى حلوة ومعبرة جدا عن الأحداث، وما تاخدش تركيزك وتشغلك عن الفيلم، وفيها هارموني وتناغم مع الحوار في الفيلم ده. وده كان دور مهندس الصوت نصر عبد النور. دور مهندس الصوت هو ضبط العلاقة بين مكونات شريط الصوت في الفيلم، وهو الحوار، صوت الممثلين، والمؤثرات الصوتية من أصوات بتصاحب الأحداث، والموسيقى التصويرية. ونصر عبد النور ضبط العلاقة بين العناصر الثلاثة دي في الفيلم كويس قوي، خاصة بين الحوار والموسيقى التصويرية. نيجي لأداء الممثلين. زكي رستم عمل دور صعب في تنقل بين مشاعر مختلفة زي القسوة والضعف، دور رجل تحركه مخاوفه وشكوكه لدرجة أفقدته القدرة على رؤية الحقيقة، وأدى الدور ببراعة شديدة، وقدم أكتر من مشهد فيه أداء قوي جدا. شكري سرحان كان مفاجأة الفيلم، دور مختلف تماما عن أدواره في الوقت ده، وكانت جرأة منه إنه يقبله، وقدم أداء جيد. هدى سلطان كانت قنبلة إثارة في الفيلم، وكمان ممثلة تقيلة جدا وصاحبة حضور قوي جدا على الشاشة. رشدي أباظة، ناس كتير تقلل من رشدي أباظة كممثل، لكن في الواقع هو كان ممثل كويس أكتر مما يظن الناس، وعمل أداء كويس، وعمل مشهد رائع جدا في النهاية وهو شايل جثة أخوه وبيراقب أبوه الكفيف في صمت وهو بينده على ابنه اللي مات. الأداء الرائع ده من الممثلين معناه إن في مخرج بيعرف يعمل إدارة ممثل جيدة، وعز الدين ذو الفقار كان شاطر قوي في ده، بالإضافة إنه متمكن جدا من حرفته وتوظيف كل عناصر العمل مع بعضها الصح، من سيناريو وتكوين كادر وحركة كاميرا وممثلين وإضاءة وموسيقى وصوت، وده اسمه في السينما الميزون سين. وعز الدين ذو الفقار كان الميزون سين بتاعه عالي قوي، وعلشان كده امرأة في الطريق فيلم متكامل في عناصره الفنية، يستحق أن يكون من كلاسيكيات السينما المصرية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.